واحد بيحكي وبيقول انا متجوز من سنتين، متجوز بنت محترمه وكويسه جدا بس ما بتهتمش بنظافتها الشخصيه، وده بيخليني انفر منها كزوج وابعد عنها خالص. ممكن تقعد اسبوعين ثلاثه من غير ما تاخد دش، وطبعا الصلاه مفيش، ما بتصليش اصلا ولا عمري شفتها بتركعها. بقالي سنتين بحاول بهدوء معاها في كل حاجه، يعني اقعد مثلا وما اروحش المسجد، وابقى قاصد ان اوقات كده اقعد معاها واشجعها، يلا مستنيك اهو نصلي سوا. مرات كتير تقول صلي انت بس وربع ساعه وهحصلك. للامانه صلت معايا مره واحده في رمضان، وطبعا كمان في الطبيخ ما بتعرفش لغايه دلوقتي، حتى لو بتغرف رز مثلا توقع منه على الارض حواليه. حلويات ما بتعرفش، وبتشتري من بره. مفيش ولاد لغايه دلوقتي، والمشكله من عندها. ومش مقصر معاها في الدكاتره، حرفيا بصرف بالالاف عادي، مش مشكله الفلوس، بس هي مهمله في نفسها وفي بيتها اهمال فظيع مش طبيعي. اتكلمت معاها كتير، بس اول ما تصحى لغايه ما تنام التليفون في ايدها، حتى اوقات بتدخل بالحمام لو عملت شاي التليفون في ايدها والكوبايه في الايد التانيه. فانا محتاج حل بعد اذنكم، ويا ريت تعتبروني اخ ليكم وتنصحوني في التعليقات اعمل ايه. ويا ريت محدش يقول لي الطلاق، لان انتوا عارفين ان انا كاتب قايمه كبيره، وموضوع الطلاق ده صعب جدا.